للحق، لانه الاتحاد كتره. والحاجه المهمه داير اقولها لكم الليله انه الفيفا لجنه الاخلاقيات بموجب الماده 1/83 وبتخش النت تلقاه اوقفت نائب رئيس الاتحاد الكمكولي وامينه العام، لانه الاثنين في المجلس الوطني بتاع الكونغو وفي نفس الوقت هم في الاتحاد العام بتاعهم. يعني عندك اسامه مجلس مسدين الدوام لله. ونحن كلفنا الدكتور حسن علي عيسى يخاطبهم وحيخاطبهم بكره. اخواننا اشتغلوا، يعني حقيقه عداهم للهلال كان سافر، رغم انه اهل المجلس كان بيهدوا فيني اخونا احمد عبد القادر وعماد وعصام قرار، لا يا اخي كده، لكن بقت المساله يعني انا حكي لكم حاجه افريقيا. احنا ناس لا بنرشي حكام ولا عندنا امور فارغه دي، وبعد كده يجيبوا لنا اسوء حكام مرتشين يجي من هناك رشوا في بلده ده جابوا لنا نحن، ويجيبوا للمريخ حكام يفصلوا لهم برا. الحكم المريخ لما يجيب جول الحكم بينطط فرحان، ما فضل الا يسجد كده ذاك. فصدقونا في حاجات كثيره جدا، قلنا الصبر كويس. حقيقه صار لنا عداء مبالغ فيه، واظهر لنا يعني نوع من العدائيه بلا مبرر، غير انه الفساد هي الركيزه الاولى كانت في هذه المساله. ما داير اطول. نحن في مجلس ادارتنا يا اخواننا لا ما في كوره وفي غنى وكده. جينا في التسجيلات انتوا شايفين عاكسونا في جمعة جينار. جمعة جينار ولاعب في الهلال. جينا نسجل وقالوا والله اللاعب تجيبوا الملف بتاعه. ملف وين يا اخوي؟ الزول ده قبل شهر بيلعب هنا وملفه ما عندكم في اللوطه الثانيه في الدرجه الثانيه ده. قال لا ده لاعب اجنبي بيجيبوه من جنوب السودان. يا اخوانا استهدوا بالله، الزول ده خشوا اللويضه دي بتلقوا في الدرجه دي، كيف تلقوا الفناء بتاعه؟ ووقفوا الف احمر قالوا لا الا يجينا من اتحاد الجنوب انه ما بيلعب. الكلام ده كان 200 كان يوم الخميس. يوم الخميس اخر اليوم الجمعه بلغونا الجمعه صح؟ الجمعه بلغونا الجمعه قالوا يا اخواننا اللي يجي كذا كذا، قدروا ما تكلمنا معاهم حلفوا وقفوا الف احمر. طيب لانه بكره السبت في جوبا عطله واللحد عطله والتسجيلات بتقفل يوم اللحد، يعني جمعه شنو ما يتسجل. بعلاقاتنا في جوبا وانا عندي طبعا تربطنا علاقه حميمه مع اخواننا جنوب السودان، ان شاء الله ربنا يعني يجعل السلام في بلدهم ويجعل بيننا وبين التكامل والخوه وكل شيء جميل ان شاء الله، ويعم سلام ارض السودان. ما جينا فتحنا الاتحاد المحلي يوم الاحد وطلعنا جيبنا قلنا لهم رسلوا الايميل. يتخيل شوفوا الزول لما يكون قاصدك مش احمل لك في الظلمه، احمل لك في حاجه ذات انت ما عارف. جينا على الايميل شايلين صوره، الايميل ده رسلوا لكم في الايميل ده اصلا واجب. يا اخوان ده لا زول جاي ببص، البص اتكسر لا غيره لا غيره، ده الالكتروني حاجه الكترونيه وهو بتجي ودي صورتنا. قالوا ما جاء نضرب ايزك يا اخويا، قالوا ما جاء، قال لي يا اخي ما جيتوا ايميلاتكم ده اصلا ثاني الرسل. يتخيلوا لحد ثاني يوم الزول يرسل ونحن بس قاعدين. انا مشيت قعدت في البيت قلت احمد عبد القادر وعماد والناس دي مشان يشوفونا. بعد تلتله وتدخل الدوله مشينا اشتكينا للدوله، اشتكينا لجهاز الامن والمخابرات انه يا جهاز الامن انتوا مزومين من البلد دي وفي فوضى في الحته الفلانيه كده 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 كده. دخلوا بطرقهم لقوا الكلام بتاعنا صح، ادوهم قال لهم خلوا الفوضى والامور اللي بتعملوا ده. الايميل ده معاكم له يومين حسب اجهزتهم اللي بيكشفوا بها شغلانيتهم دي بيحرفوها برا. سجلوا اللاعب ده ما دايرين كلام فارغ.
يعني لو ما جاز لنا المخابرات ما لي حسكم ما لي. يعني معاكسات وحاجات يعني بطاله شديد. والتهديد بتاعكم كل مره فاكين مره الاراجوز ده ومره منو قلنا لكم ده موضوع عن سوء. الحاجه الثانيه دارين نشكر اعلامنا الهلالي الواغب على قلب رجل واحد مع الكيان بمختلف مشاربهم والوانهم والجروبات اللي في النت بمختلف مسمياتها. المدرب ده ما خلاص يا اخواننا بيقى مفاجاه. وبعدين احنا لو قلنا اي حاجه الناس المريخ ديل بيتعبوا شديد.